صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدي. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل النهارده الجبنه القديمه او الجبنه الصعيدي اللي هي المش اي يعني اي اسم انت حباه، لكن هي طعمها في منتهى الجمال. تاكليها بالعيش، تاكليها بالفطير، هي شغاله تمام. عندنا هنا جبنه قريش اهي. انا جبتها يجي من حوالي 5 6 ايام. خلاص، وحطيت عليها ملح وشطه وسبتها لما اتصفت خالص وبقت ناشفه زي ما انتوا شايفين. خلاص، عندنا كمان هنا فلفل رومي اللي هو الاحمر، وعندنا فلفل حامي اللي هو الاحمر. هتنقي الصغير ده عشان الكبير بيبقى فيه ميه زياده يعني. عندنا لبن زي ربع كيلو لبن، مش هتحطي اكتر من كده. عندنا كمان خد الزبده، شايفينه ده خد الزبده تمام. وعندنا كمان الشرش اهو بتاع الجبنه من عند اي سوبر ماركت، او انت جايبه الجبنه اللي هي الكبيره دي، العلبه الكبيره بيبقى فيها الشرش. وعندنا مرته. هنروح بقى على النار وهنشوف هنعمل ايه. احنا هنا على النار ولعنا على المرته، وولعنا على خد الزبده. هنحط على خد الزبده دي الشرش ده عشان ما تبقاش ايه آه يعني تقيل قوي. تمام، هنقلب كده وهنسيبه لما يسخن خالص. تمام، عايزينه يسخن يعني يغلي. المرطة اهي بتسيح. هنقلب ده كويس كده. ودي بتغلي اهي. هنحط معاها اللبن. وبرده نسيب ده كله يغلي كده مع بعضه. هنا اهو كله غلي، شايفين؟ خلاص، هنطفي عليهم ونروح نشوف بقى هنعمل ايه. هناخد بقى عندنا اي حاجه نحط فيها المرطه باللبن دي كده. ده المش اللي بيعملوه بيه انه بيبقى فيه اللي هو بتبقى الجبنه غامقه كده، واخدين بالكم؟ المرطه والعسل الاسود هما اللي بيخلوها بالطريقه دي. تمام، هنجيب بقى خد الجبنه. هناخد زي بصوا يعني 3 معالق كده عسل من الاسود، عسل الاسود بتاعنا العادي، عسل قصب السكر يعني. هنقلب ده كله. طبعا عشان المرطه سخنه ده هيدوب، هيبقى سايح يعني ودايب وكده فيها. هنكمل، هنمسك كده ونحط خد الجبنه. يعني هنملى دي. انا ليه بعمل كده؟ علشان مثلا ما اوسخش خد الجبنه كله، يعني ما يبقاش كله عليه حاجه وما ببقاش عارفه اعمل بيه حاجه تانية. لكن كده ممكن اشيله، اعجن بيه، اعمل بيه حاجه تانية. واخدين بالكم؟ بيتاكل على فكره كمان جنب الفطار، حلو جدا. قلب كويس بقى. هنبتدي نجمع بقى البرطمان بتاعنا.
جيبي برطمان ازاز. لو عندك ما عندكيش ازاز وعايز تحطي في بلاستيك انت حره، بس الازاز جميل يعني. طبعا انا هعالجه على انه يبقى عامل زي الفخار، يعني ما يبقاش داخله ضوء يعني. خلاص. اول حاجه خالص هنعملها، عندنا معلقه حلبه صغننه وشويه حمص. لو ما عندكيش حمص ممكن ترمس، بس ما تحطيش كتير عشان ما يمررلكيش الايه المش. خلاص. عندنا كمان ده تنكار بيتجاب من عند العطار، شايفينه ده ما بيخليش المش يجراله اي حاجه، يفضل زي ما هو سليم، ما يدخلوش لا سوس ولا اي حاجه. تمام. عندنا حته قماشه قديمه اهي، حته قماشه قديمه بتحطيه في النص كده وتسريها زي السره اهي، وتربطيها كويس عشان ده ما ينفعش يترمي فين جوه البتاع، لا لازم تربطيه كده. خلاص ربطناه. هنيجي بقى نعمل ايه، هنحط الجبنه. حطي الجبنه. شايفين هي ناشفه ازاي؟ عشان انا منقعاها في الملح، غلفاها بالملح وبالشطه. هنا اهم حاجه ان ما يكونش فيه ميه فيها. هنحط شويه فلفل اهو زي ما قلت لكم. في ناس بيحطوا قشر يوسفندي بس انا لا، ما بحبوش، بيعمل ريحه كده بتضايقني يعني. فلفل الحامي. تمام. ونحط من الخليط بتاعنا. نرجع تاني نكمل بقية الجبنة. ده كيلو جبنة، كيلو جبنة قريش. شايفينه اهو. نحط برضو فلفل. والفلفل الرومي، يعني حطي بقى قد ما انت عايزه يعني. تمام. عندنا كمان، عندي جبنه يعني حتتين جبنه رومي كده فايضين تحطيهم. وادي التنكار بتاعنا اهو، هنحطه في الجنب كده. هنحط شطه. تمام. وهنكمل هنا بالايه، بخض الجبنه برضو. ونقلب كويس. ما تحطيش ملح عشان خض الجبنه بيبقى مالح، عشان ما يبقاش حادق وتتضايقي منه. اصلا هو خض الزبده ده بيبقى حادق اصلا من غير حاجه. طب هنجيب بقيه الخض الجبنه.
لما تعوزي تزوديه لقيتيه تقيل وحبيتي تزوديه، بتغلي له لبن وتسيبيه لما يبرد، وتحطي على اللبن معلقه شطه، وترجعي تحطيه تاني. تمام. هنزود شويه الشرش دول ونقلب. وادي كده عندنا احلى مش ممكن تعمليه وجبنه قديمه بكل سهوله ونظافه. انتي ضامنه انتي عامله الحاجه ازاي بايدك انتي، مفيش حاجه ايه يعني مش ضامنه ايه اللي محطوط فيها، فاهماني؟ لكن كده انتي عامله اهو، وان شاء الله هيعجبك. هوريكي بقى انا بقفله ازاي. تنظيفات سريعه. نجيب بقى ورق الالومنيوم ده ونضلم بيه الايه البرطمان بتاعنا كده. تمام. عملناه كده من تحت. نجيب واحده تانية بقى ونلف. بقى عندنا بلاص اهو، من غير ما نجيب بلاص عشان ده ما يفكش. هنعمله بالبلاستيك كده. شايفين كده؟ رأيكم؟ طيب هنغطيه بقى ونشيله. متفتحيش عليه لمدة سنة، لمدة سنة، عشان تاكلي جبنة قديمة فعلا في منتهى الجمال وبني زي ما انت عايزاها وكل حاجة. تمام. انا هسد الوش ده كده عشان ايه ما يخشلوش ايه هوا. هنريح بس البتاعه دي على عشان الهوا ما يخشلهوش خالص، ما يبقاش فيه هوا يعني. هنغطيه بقى بالغطا وزي ما قلت لكم لمده سنه، وتاكلوا منه احلى جبنه قديمه ممكن تاكليه. شايفين؟ بلص في البيت من غير اي تعب. تمام. بألف هنا وشفا. وكده خلاص قفلناه كله اهو. متنسوش بقى تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لو فيديوهاتي تعجبكم. مع ألف سلامة وشكرا على المشاهدة.